كان بيمشي في الشوارع يتفرج على اليافط ويقول أنا صورتي هتتحط هنا. ضحى بمرتب 7500 جنيه في فندق مشهور علشان يمثل. قال على نفسه خايب وما يعرفش البنات بتحبه على إيه. صندوق أسرار أحمد عز واللي فتحه بنفسه، وقال كل الحكايات اللي جمعتها لكم في الفيديو ده من حكاوينا. أحمد عز كان شطور، قعد كام شهر في فندق موفنبيك الهرم، اترقى بعدها للسيلز علشان يمسك سلسلة الفنادق في مصر كلها وياخد مرتب كبير قوي سنة 1995. بس هو فات كل ده رغم انه شغال في الإعلانات، وقال لك أنا همثل، وقدم استقالته بعد ما جاله دور في فيلم مذكرات مراهقة هو وهند صبري. أول شوط اللي تعرض لموقف محرج وعاد المشهد 5 مرات، قام مدير التصوير في وسط اللوكيشن قال له أنا رأيي ترجع للفندق أحسن، أنت ما تنفعش في التمثيل. وبعد الفيلم ده قعد 1.5 سنة في بيته من غير شغل، وأبوه قرر يعاقبه بحرمانه من الفلوس وحذر إخواته يساعدوه. ربنا كرمه بعد كده وجاله شغل، وكان بيظهر في السينما بدور الشاب الوسيم. ما كانش بيجيب إيرادات لحد ما قرر يتمرد على الأدوار ويعمل شغل من وسط الناس ويتكلم عن الواقع بتاعهم، ومن هنا الظهر بدأ يلعب معاه. ربنا كرمه لحد ما بقى أحمد عز. عنده معاناة في حياته زي إن عنده فوبيا المرض، ودي الحاجة اللي بيخاف منها جدا. دايما يكلم ربنا ويقول له والنبي يا رب ما ترقدني في يوم تعبان وخليني بصحتي. ما يعرفش البنات بتحبه على إيه، والقصة دي مش شغلة تفكيره قد إن الناس بتحبه، شايفة حب الجمهور كله ليه نعمة يا رب يقدر يحافظ عليها. أحمد عز لا بيعمل حاجة تخلي البنات تحبه ولا حاجة زي ما الكل فاكر، ده أبسط بكتير مما أي حد يتخيل، وفي نفس الوقت قال إنه أخيب بكتير من غير ما حد يتخيل. هو لا حلنجي ولا بتاع ال7 ورقات، ولا بيعرف يزوق الكلام، ولا ليه في البنات، ولا بيعرف يلاغي، ومن صغره ملوش في الكلام ده. شايف إن حياته ما تهمش حد، واللي يهم الجمهور منه إنه يعمل شغل كويس، فيلم بقى، إعلان، مسلسل، حياته هو حر فيها، مش لازم يشارك الناس كل حياته. عز عايش عيشة تزهق، بيحب الشغل، ولو ما فيش ينام بدري ويصحى بدري، ولا ليه في السهر ولا غيره، يرجع يقعد يتفرج على فيلمين وينام. أمه اعتبرته صندوق أسرارها وأقرب واحد ليها، ولما تعبت بالداء اللي ما يتسماش قالت له هو بس، وخبت على أبوه وإخواته. الفلوس بالنسبة ليه إنه يكون مستور ومرتاح ومش محتاج، واللي حواليه برضه ما يحتاجوش. عنده أخين، هو الوسطاني، وعنده معتز شغال في شركة بترول، كمان مصطفى كان ضابط في القوات الجوية، بعدين استقال وعمل شركة خاصة بيه، وده بقى مدي على أبيض وأسود. علاقتهم ببعض قوية وساكنين جنب بعض وعلى طول بيتقابلوا، والتلاتة فيهم نفس الروح. أحمد عز بيخلص تصوير فيلم ولاد رزق 3، وفي مشهد قابل فيه بطل الملاكمة تايسون فيوري، وعملوا معاه خناقة كبيرة جدا وغلبهم، وفي خبطة كده خدها منه ويا دوب كانت عادية فيها تاتش بس داخ فيها، وده بقى ما تجازفش معاه يا عم، ده قوة عربية كاملة يا عم عز. في النهاية ربنا يوفقك في ولاد رزق 3 ويحقق إيرادات عالمية مش عربية وبس.